الدوبامين هو هرمون المكافأة. كل ما بنفتح موبايلنا بنبص بنلاقي فيه لايك او نوتيفيكيشن، مخنا بيحس ان هو خد جايزة، فبالتالي بيبتدي يفرز هرمون الدوبامين في المخ. بس المشكلة ان ده شعور زائف وبيروح بسرعة، واول لما الشعور ده بيروح بنبتدي نحس بالملل والفراغ من جوانا، فبالتالي مخنا دايما بيحاول يدور على الجرعة الجاية امتى. فهنلاقي نفسنا مع مرور الوقت داخلين في دايرة ادمان، ومش اي ادمان، ده ادمان خفي زي المؤامرة بالظبط، بس من غير ما نحس. كل لايك جرعة، كل سكرول هو محاولة تانية للمتعة، بس في الاخر كله فاضي. بعد شوية التركيز بيبتدي يقل والمزاج بيبقى متقلب جدا، وشوية بشوية تحس ان حياتك بقت فاضية جدا. ليه؟ لاننا بنبتدي نقارن نفسنا بالهايلايت بتاع الناس التانية، افضل صورة ليهم، احسن انجازاتهم، مش بنقارن نفسنا بالواقع بتاعهم. وبقى عدد اللايكات هو اللي بيحدد قيمتك، وهي اللي بتحدد انبساطك. السوشيال ميديا مش وحشة، بالعكس، بس لو سيبناها تسيطر علينا هتاخد كتير من وقتنا، وهتاخد كتير من تركيزنا، وهتبتدي تغير حتى جوه مخنا. اسأل نفسك سؤال بسيط: السوشيال ميديا انا اللي بستخدمها ولا هي اللي بتستخدمها؟ فلو عجبك الفيديو ما تعملش لا لايك ولا سبسكرايب، وخليه اخر فيديو تتفرج عليه النهارده.